حكت الفنانة إجلال زكي عن إصابتها بورم في المخ بسبب حزنها على وفاة ابنها وانفعالها. وقالت إجلال زكي خلال لقائها في برنامج الستات مع مفيدة شيحة وسهير جودة: بعد وفاة ابني بشهور حصل لي شلل نصفي ناتج عن انفعال. أنا شخصيتي عصبية شوية، انفعلت جامد قوي وجالي شلل نصفي. رحت المستشفى عشان يعرفوا سببه إيه، ورحت لدكاترة مخ وأعصاب وما كانتش مستوعبة عندي إيه، واخدة الحكاية بضحك وهزار. وتابعت إجلال زكي: الدكتور قال لي بصي انت عندك ورم وإن شاء الله هنشيله. عملت عملية قعدت فيها 12 ساعة وبنتي ما رضتش تمضي ولا أبويا على إقرار إن لو حصل لي حاجة أنا المسؤولة، وأنا اللي مضيت كنت في مرحلة متأخرة. وأكملت إجلال زكي حكايتها: لما فقت من العملية كنت في حالة يرثى لها، لقيت شعري اتحلق والخياطة كانت بخط أسود وأنا كنت مميزة بشعري، كانت حالتي النفسية مش كويسة أبدا. كما حكت إجلال زكي عن خضوعها لعملية قلب مفتوح قبل 6 سنوات وكيف اكتشفت مرضها بالصدفة، قائلة: من 6 سنين كان في ست كبيرة قريبتي زي أمي وفجأة ابنها مات، وهي في العزاء كانت هتتجنن وبتقول: يا رب خدني. قلبي حزن عليها لأني كنت حاسة بيها، كان زعل ورا بعض، وأنا كنت رايحة أكشف في مستشفى كشف دوري بعمله، لقيتهم بيكلموني دكتور القلب عايزك. قال لي لقينا شريانيين مقفولين 80%. قلت له أنا مش بشرب سجاير ولا قهوة، وقال لي لازم نعمل قسطرة ونركب دعامات. في الأول قلت بيشتغلوني ورحت لدكتور قلب بتاع العيلة، قال لي إيه هنعمل قسطرة استكشافية. لقى شريان تالت مقفول 100% وعملت قلب مفتوح. وبدأت إجلال زكي عملها الفني في برامج الأطفال مع ماما سميحة، ثم كمذيعة في الإذاعة. ومن الأعمال اللي شاركت بيها بخلاف مسرحية سكة على بناتك، أفلام حضرة الضابط أخي، والشيطان يستعد للرحيل، وقضية الأستاذة عفت، والطائرة المفقودة، والأشقياء، وأشياء ضد القانون، وموعد على العشاء، ورجل بمعنى الكلمة، ومسلسلات اليتيم والخروج من الدائرة وأهل الطريق. ومن أدوارها الشهيرة دور نادية في مسرحية سكة على بنات.